تفاصيل كورس الدعامة والحركة دلوقتي بقى متاح على المنصة عندنا، تقدر ان انت تشترك فيه بكل سهولة. فعايزين نفهم الكورس عبارة عن ايه وهشتغل عليه ازاي يا مستر. طبعا الكورس ده لازم تبقى فاهم ان هو متاح للاحياء عربي، وبالنسبه لشباب اللغات كبيولوجي نفس الشيء اللي هقوله مطبق على العربي مطبق على البيولوجي برضه. فخليني كده اكلمك على كل حاجه هتحضرها في الكورس ده عشان بالظبط. مبدئيا كده الكورس بيتقسم لمحاضرات، وبعد كل محاضره انت المفروض في شيت بتأديه، وانت مش هيتفتح لك المحاضره اللي جايه ولا اللي بعديها الا لما تحل الشيت ده وتجيب لي فيه درجه كويسه وانا اشوفها بنفسي تعجبني. خلي بالك بعد الشيت اللي انت بتحله دوت بيتفتح لك الحصه اللي بعديها، بتبتدي ان انت تحل على الجزئيه دي. ونسيت اقول لك بعد اصلا كل حصه ما بين الحصه والشيت انت عندك حصص حل. احنا بنحل كتاب الامتحان، بنحل كتاب التفوق، بنحل كتاب التميز، وهتلاقي حصه حل منفصله لكل واحد فيهم عشان ما لخبطكش. بمعنى ان انت مثلا الدرس الاول هتلاقي عليه حصه حل لكتاب الامتحان، حصه حل لكتاب التفوق، حصه حل لكتاب التميز، يليهم الشيت اللي انت هتمتحنه علشان تخش الحصه اللي بعديها او المحاضره اللي بعديها. خلصنا دخلنا على المحاضره اللي بعديها، خلصت من الفصل خالص، هتقابل في نهايه الدعامه امتحان، وهتقابل في نهايه الحركه امتحان. اللي بكلمك عليه ده زي ما بقول لك وبفكرك تاني موجود للاحياء وللبايو. يعني لو انت بتتكلم في عربي احنا بنتكلم على الدعامه، والبايو احنا بنتكلم على السبورت. ما تفرقش، نفس الميكانيزم، نفس كل حاجه، كل حاجه ماشيه اوتوميتد. انت معايا هتبقى بني ادم عارف ازاي بتذاكر. طب مستر مش عارف اذاكر، مش عارف احل، حبيبي عامل لك سيكشن في اخر كل شابتر اسمه الكبسولات او الكابسولز، هتخش عليها ببساطه عشان وانت بتذاكر افتكرت حاجه معينه انت مش فاكرها في الحصه، حاجه عايز تذاكرها، خلاص انا مش هخليك تسمع الحصه تاني، لا انا هدخلك الكابسولز، ومن الكابسولز دي انت ممكن تتفرج على جزء معين متقسمه لك عناوين صغيره، كل عنوان يدل على الجزء اللي انا بشرحه، واشرحه لوحده في فيديو لوحده ما بيتعداش ال10 دقايق. عشان وانت بتذاكر عايز ترجع كمان للحته ديت، انا معاك. يبقى انا معاك في الحل، معاك في الشرح، معاك في الامتحانات، ومعاك كمان وانت بتذاكر، وكمان في تقرير بعد كل فصل هيتبعت على البيت لبابا وماما. دلوقتي لو وانا بحل في اسئله كتير وقفت معايا مثلا وليكن 15 سؤال، هعمل فيهم ايه؟ معاك حلين، يا اما تبعت لتيم الدعم بتاعنا، يا اما تبتدي ان انت تبعت لي على الواتساب. سيب اسئلتك في اقل من ساعات، اول ما افتح هرد لك عليهم على طول. ما تشغلش بالك بحاجه زي كده. حتى ولو ما فهمتش، نسيت اقول لك في حصه تفاعليه كل شهر. جمع يا عم اسئلتك وخش معايا اللايف. مستر مش عارف احل كذا، مستر دي كذا واقفه معايا، مستر ما عرفتش احلها، مستر فريق التيم اللي معاك شرحها لي وما فهمتش قد كده، مع انهم تيم كويس. خلي بالك معانا تيم ما شاء الله يعني عليهم، احنا بنمتحنهم وبنذاكر لهم زيكم بالظبط. جميل. فاحنا لو التيم ده ما جاش معاك سكه، تعالى للعبد لله وما تقلقش. اتمنى تكون سنه سعيده عليكم، وكان نهايه كل فيديو واحفظها بقى بالشفا.